السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. سلكتنا المتواضعة منارة الغواي وكلام وفنيات في الفرخ. والأستاذ محمد طلب مني عايزين نتكلم شوية ازاي أنا أشتغل على فرد الحمام وأصلحه. عشان تشتغل على فرد الحمام لازم تكون عارف تقليبه كويس جدا، كان بيت أو باب من نفس البيت. لازم تكون ملم بتفاصيل الباب وتقليبه ومواصفاته القياسية صح من ناس موثوق منها وناس شافت الحاجة دي وربتها وفرختها، لهم خبرة عشان اقدر اشتغل صح. طب انا لو معيش الكتالوج بتاع الحاجة دي او مواصفات الحاجة دي هنصلح ازاي وهنعدل ازاي؟ فلازم نكون ملم بمواصفات الحاجة اللي هشتغل بيها. مثلا الصافي، النهارده بقى في صافي سلكات لما لا يصلح للنش، خلاص عرفوه الاهالي على بعضيها والابن على امه والاب على بنته، بقى حمام زينه فقط. ده بقى النهارده المقياس بتاع الصافي. بالنسبه لحمام النش والعطاره بتتغاضى عن شويه حاجات وبتحاول تشتغل على الحاجه اللي معاك. يعني بمعنى فرد دماغه كبيره شويه ابدا اجيب له طراب مخ صغيره، فرد فيه بطحه من ورا وفي نقره عاليه ابدا اجيب له حمامه مخه ميته، عظم عريض، الرجلين صغيره، فرد مورق، ابدا اشتغل على الحاجات اللي ناقصه في الذكر او في الطيور. هنتفرجوا على زغلول اهو، ده ابن زندر. بصوا حضراتكم اهو، ده زغلول صغير. بحب افرجكم على الطبيعه زي ما احنا شايفين كده، عظم عريض، وشه كويس، عينيه في سقف دماغه، الدماغ من ورا اهي خلاص ظبطت، لسه زغلول صغير. اشوف العيب اللي في الذكر ولا في الطيره ونكمل، نشتغل ونطلع واحده واحده، ما نقولش انا عايز اجيب من الاخر. رغيه الحمام ملهاش اخر. هتروح تشتري فرد حمام طفره تيجي تشتغل بيه وتفرخه هيجيب لك حمام عادي. الصافي اللي انت رحت دفعت فيه فلوس وطالع من ورا حمام قليل هيبدا يجيب لك حمام عاده ويفرخ لك عاده. لكن لو ركزت على حمامك اللي انت عارف اصوله واشتغلت عليه كويس هتقدر تطلع منه حمامه كويسه. انت عارف الحمام ده دخله ايه، فبتشتغل على الاساس ده. ايه العيب اللي فيه؟ ايه اللي انا عاوز اصلحه؟ الحمد لله زغلول كويس، مستواه كويس بالنسبه لحمامه نش، فرد حمام كويس، عطاره وطوب. بدأنا نعمل صواينة بالطوب، نعمل برابات خط، نعمل مزرزرات، وأساس الكلام ده الصافي الأبيض. الصافي الأبيض هو اللي هيخليني أثبت الكاموخة البيضة والجدة البيضة وأعمل الحمام اللي هو بالطوب بس، كاموخة بيضة والجدة اللي هو النمط البايظ. عايز أعمل مزرزرات يبقى هنشتغل على الحاجات اللي فيها الحبايك، الشريطين اللي هو نظام او نمط البار. غيتك بحبك ليها، ممارستك بخبرتك بتاعت السنين في الفرخ، تبدأ تشوف تتعلم وتعلم نفسك كل سنة عن التانية. المهم السنة اللي فاتت ما تبقاش هي السنة اللي انت بتفرخ. كل سنة احسن، ما تجيش سنة تقول انا فرخت زي السنة اللي فاتت، لا، لازم تقول السنة دي احسن من السنة اللي فاتت. فأستاذ محمد بنشتغل على العيوب حسب المواصفات بتاعت كل فرد حمام.
صافي يبقى عارف قدامي النقط بتاعت الصافي. انا بتكلم في العطارة، العطارة دي مهمة، ابدأ احسن وابدأ اشتغل على الحمام. البول النهارده البول بقى في منها سلكات وصوافة، بنحاوله نرجعه ونجيب اللبلق تاني، اللبلق القديم، نعرف مواصفاته وببدأ اشتغل. ده زغلول ابلق اسود اهو حضراتكم. بصوا وشه تقيل، وشه شبعان، مش لازم يبقى وشه صافي، لا، اللبلق الصح ليه خارجه، ليه سحنه، العظم بيبقى شبعان، لكن مش الدماغ بقى صغيره والوش مكلتم وبقى صافي، لا، مش هو ده اللبلق الصح. في حاجات لازم اهتم بيها: جفن البرقية، جفن ابيض، شلحة العين، تقل العظم، ميبقاش العظم جاي معصفر، عظم شبعان. كل الحاجات دي بشتغل عليها وانا بفرخ. مقدرش اقول انا هطلع كده، دي حاجة بتاعت ربنا، توفيق من عند ربنا اللي هيعرفني الطاجن. عشان اطلع اللي جوه الفرد صح لازم افرخ الذكر على كذا تيرة. ممكن ذكر بيجاوب على تيرة وما يجاوبش على التانية، ممكن تبيعه وتلاقيه جاوب عند اللي انت بعته له، هتبقى هتتجن ازاي انا بعته، سبحان الله. لازم افرخ الذكر على كذا تيرة واحاول اصلح العيوب اللي في الذكر بالتيرة اللي عدها له لحد ما اخد زغلول صح، مواصفاته القياسية صح. موسم الفرخ خلاص قرب يخلص، نشطب بنفرخ الحاجات اللي هي زي الصوافة والبول دي اللي انا محتاج افرخها في الحر، ما ينفعش افرخها في الشتاء. بقسم الموسم نصين: حمام الفرخ، حمام النش، خلاص كده ايه وقفت حمام نش، اشتغل على الحمام اللي هو زي الصوافة زي البول اللي عايزين جو يبقى حلو. الساعة تزعل الحمام ده. الحمام بيبقى شوية عنده مناعة ضعيفة، حمام محبوس. احنا اللي عملنا كده بنحاوله نرجعه، بنحاوله نظبطه مواصفاته. استاذ محمد انا تحت امرك، اللي انت عايزه انا بطلع نقوله بناء على رغبة حضراتكم. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم للفيديو، وان شاء الله اللي جاي احسن. واللي عايز اي حاجة يكتب في تعليق وانا تحت امرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.